هذا الكلام الشخص يعرف نفسه. شخص كان بالنسبة لي أكثر من صديق وأخ، وأقرب إنسان إلي. داعت خوتنا وصداقتنا وعشرتنا الطويلة. ما مشتاق لي؟ هم تمر عليك لحظات تفكر بيها وتتمنى نرجع سوا؟ ما أعرف شنو اللي صار لنا، ولا أهتم إذا كان غلط منك أو مني، بس حيل أفتقدك ودا أحس نفسي ضايع بدونك. أنت ما كنت إنسان عادي ومر بحياتي، كنت أكثر واحد أرتاح وياه، وكنت مصدر سعادتي. وبيوم اللي تغيب عني ما أعرف شلون أقضي يومي. كنا إذا نضحك سوا وإذا واحد بينا ينقهر الثاني يشيل همه، وياما واحد وقف للثاني من يحتاجه. ذكرياتنا سوية ما تخلص ولا تنعد. ياما مرينا بمواقف حلوة ومرة، ياما ضحكنا، ياما بكينا، مرينا بشغلات كان ممكن انه تنعي صداقة، بس صداقتنا ما انتهت. بس شنو اللي صار؟ عمري ما تخيلت يجي يوم ونصير بهيجي موقف وواحد يقف الثاني. منو غيرك يقدر يسمعني ويخفف عني؟ منو غيرك يقدر يواسيني؟ عليك الله وبداعتي، ما يفتقدني؟ ما تتمنى تحكي وياي؟ هم تشتاق لسوالفنا؟ لو لقيت اللي تلتقي وياه وينسيك؟ لا، أنا أعرف أنا شنو بالنسبة لك، وأعرف مكانتي عندك، ومستحيل يجي واحد يسد مكاني. محتاجك هواية، محتاج أحكي وياك وأسولف لك، بس ما أعرف ليش أحس بحاجز يمنعني إنه أنا اللي أبادر. ما أعرف إذا كانت مكابرة، لو شغلة كرامة، لو خوف من رد فعلك، بس اللي أعرفه أنا مشتاق لأيامنا سوية وأتمناها ترجع. هم تشتاق لها أنت مثلي؟ ازاي خسرنا انا وانت بعض؟ كنت اخويا وكنت صاحبي واغلى حد، كنت بفرح لما تفرح، كنت بزعل لما تزعل. عمري ما تخيلت لحظة يجي يوم وننسى بعض. قررنا ايه؟ ازاي ده كله وصلنا ليه؟ كل واحد شاف طريقه وماشي فيه، واللي خلى الوضع أصعب اللي فينا في يوم هيتعب مش هيلقى التاني جنب أخ في الشدة يلاقيه. ذكرياتي ذكرياتك، حتى روحي معاك